السلام عليكم أيها الأصدقاء. إزاي بيجي النجاح على منصة اليوتيوب؟ أو إزاي أنجح على يوتيوب؟ الفيديو ده مش فيديو ترفيهي ممكن تضيع فيه وقتك. الفيديو ده عبارة عن جزء من خريطة النجاح على منصة اليوتيوب. فلو أنت شخص طموحك إنك تنجح على اليوتيوب فالفيديو ده ليك. أما إن كنت شخص بتدور على حاجة تضيع فيها وقتك فالفيديو ده مش ليك. كتير من صناع المحتوى المبتدئين على يوتيوب بيبدأ في صناعة المحتوى بطاقة ممتازة وحماس كبير. بيبدأ ينزل فيديو واتنين وعشرة، ما يلاقيش النجاح اللي كان متخيله، أو نتائج وإحصائيات القناة بتكون ضعيفة. نبص نلاقي الطاقة خلصت والحماس انطفى ويمكن يسيب القناة خالص. طب تعالوا نشوف النجاح على اليوتيوب بيجي ازاي، ونشوف بداية مجموعة من أكبر صناع المحتوى على منصة اليوتيوب في الوقت الحالي وازاي كانوا قبل كده. جهز المشروب الجميل بتاعك وما تنساش الاستغفار والصلاة على رسول الله. ويلا بينا نشوف الفيديو الجميل بتاع النهاردة. صديقي العزيز، بمجرد ما تبدأ في عالم صناعة المحتوى على اليوتيوب لازم تعرف انه مفيش حد بيحصد قبل ما يزرع. والدولارات اللي انت شايف الناس بتقبضها من يوتيوب مش بتيجي الا بعد تعب وعزيمة واصرار. بس صدقني لو نجحت على منصة اليوتيوب حياتك هتتغير بالكامل، وممكن تكون سبب في تحقيق طموحك وتحقيق أهداف ليك في الحياة. طب تعالوا نشوف مجموعة من أكبر صناع المحتوى على اليوتيوب والمشهورين دلوقتي واللي دخلهم يتجاوز آلاف الدولارات، إزاي كانت بدايتهم. أولا هنبدأ بأحمد أبو زيد، صاحب قناة دروس أونلاين. أحمد أبو زيد شخص مجتهد وعنده إصرار وعزيمة. قناته فيها حاليا أكتر من 7 مليون مشترك وملايين من المشاهدات، ربنا يكرمه ويزيده من فضله ونعمه. بص معايا أحمد أبو زيد بدايته كانت إزاي ودلوقتي بقى إزاي. حتى هو بنفسه عمل فيديو كان بيتكلم فيه عن بدايته وإزاي كانت بدايته صعبة، وكان زيك بالظبط. لا بالعكس، ممكن تكون أنت دلوقتي أفضل من بداية أحمد أبو زيد وأفضل من بداية يوتيوبرز كتير. وممكن تكون موهبتك وأدائك في صناعة المحتوى أفضل بكتير من أحمد أبو زيد، بس أنت محتاج تدي لنفسك وقت عشان توصل للجمهور وتوصل لمتابعين ومشتركين على اليوتيوب وتعدي وربنا يكرمك. وتعالوا نشوف اليوتيوبر التاني اللي معانا اللي هو أبو فلة. أبو فلة يعتبر اليوتيوبر الأول على الوطن العربي كله. حصل على ملايين الدولارات من اليوتيوب لدرجة انه بيعمل مسابقات والجايزة بتكون فيها 100,000 دولار او سيارة حديثة. لما بدأ أبو فلة على يوتيوب كان بالشكل ده، والمتابعين والمشاهدين بتوعه بدلا ما يساندوه ويكونوا داعم ليه على النجاح كانوا بيتنمروا عليه، وعاش أيام صعبة. لكن العزيمة والإصرار صنعت منه بطل ورقم واحد في الوطن العربي، أكتر من 33 مليون مشترك وآلاف الآلاف من الدولارات، ربنا يكرمه ويزيده من فضله ونعمه. ونصيحتي ليك، لازم في حياتك تتبنى عقلية الأشخاص الناجحين ويكون عندك الإصرار والعزيمة على تحقيق أحلامك وأهدافك، مش في يوتيوب بس ولكن في حياتك كلها. بس يا سيدي، دي كانت عبارة عن جرعة تحفيزية علشان تساعدك إنك تنجح في حياتك، سواء في حياتك الواقعية أو حياتك على منصات السوشيال ميديا. دايما لازم يكون عندك إصرار وعزيمة وما تستسلمش بسهولة، لأنه صدقني ممكن في اللحظة اللي تستسلم فيها تكون هي اللحظة اللي كنت لو كملت كنت هتنجح بعدها. ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وما تنساش برضو إنك تعمل لايك جميل وكومنت جميل. شكرا لكم على وقت الجميل معاكم. السلام عليكم.